عارف ايه الحاجة اللي لو اتكسرت مفيش أي اعتذار في الدنيا يقدر يرجعها زي ما كانت؟ الحكاية بدأت لما كان في طفل عصبي جدا، كل لما كان يزعل بيكسر الدنيا ويغلط في الكل. أبوه قرر يعلمه درس مش هينساه طول عمره. جاب له شاكوش وكيس مسامير وقال له كل ما تحس إنك متعصب ومش قادر تمسك نفسك روح ورا البيت ودق المسمار ده في السور الخشب اللي موجود. في أول يوم الولد دق أكتر من 30 مسمار، ومع الوقت بدأ يلاحظ إن التحكم في أعصابه بقى أسهل بكتير من أي مجهود من دق المسمار، لحد ما جه اليوم اللي الولد ما بقاش يتعصب فيه خالص، وراح لوالده وقال له أنا ما بقتش أدق ولا مسمار. الأب ابتسم قال له كويس، تعالى بقى دلوقتي كل يوم يعدي عليك وانت هادي روح اخلع مسمار من اللي دقتهم. مرت الأيام والشهور لحد ما الولد خلع آخر مسمار في السور. والده خده من إيده وقفه قدام السور، قال له كويس، برافو عليك، بقيت تتحكم في نفسك كويس قوي، بس بص كده على السور، شايف الخرام اللي عاملاها المسامير؟ السور ده عمره ما هيرجع زي ما كان أبدا. إحنا كده كمان لما بنتعصب وبنقول كلام يجرح اللي حوالينا، الكلام ده بيسيب خرم في القلب زي المسامير بالظبط. ممكن تعتذر، ممكن تخلع المسمار، بس الأثر بيفضل موجود. خلي بالك، الجرح اللي بيسيبه اللسان أصعب بكتير من جرح السكاكين.